السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم الدبور في المنام للعزباء والمتزوجة وفي منام الرجل. الدبور في الحلم بيرمز إلى شخص صاحب فتنة وطبع دنيء. أما صوت الدبابير في الحلم هو عبارة عن رجل فاسق لا يمكن النجاة منه إلا بالاستعانة بفاسق مثله، وهذا كلام ابن سيرين. الدبور في منام العزباء هو عبارة عن رجل دنيء لا يريد بها خير، ولسعة الدبور في الحلم للبنت العزباء ضرر من رجل سيء الأخلاق، وقد يكون ضرر في السمعة. ولسعة الدبور في حلم العزباء بيدل على كلام يؤذيها ويجرحها. أما عش الدبابير في منام العزباء مؤامرة وضرر وشيك، وإن رأت العزباء عش الدبابير في حلمها فعليها أن تحذر من الأماكن التي تقصدها، وتتحرى من تعاشر وتصادق. كما يدل عش الدبابير في الحلم على ضرر مفاجئ من شخص مقرب. الدبور الأسود في حلم العزباء أحد الرجال الكبار من أقاربها لا يريد بها خير. أما الدبور الأصفر فرجل حاسد وعينه زائغة يتتبع أخبارها وأسرارها لغاية دنيئة. أما إذا كانت صاحبة المنام في مشروع خطوبة أو علاقة عاطفية ورأت الدبور في الحلم فهو بيدل على رجل لا يفي بوعوده ولا يعرف الإخلاص، وضرره أكثر من نفعه في كل الأحوال. موت الدبور في المنام للعزباء فرج ونجاة من الخوف والقلق. من رأت إنها تقتل الدبور في الحلم فهي تتخلص من شخص يزعجها أو تنجو من ضرره. الهروب من الدبابير في منام العزباء. تفسير الهروب من الدبابير في المنام للعزباء هو بيرمز لمحاولة التخلص من أمر مخيف ومقلق. ومن رأت إنها تهرب من الدبور في المنام ربما تعرضت للتهديد أو الابتزاز. كما بيدل هجوم الدبابير على العزباء في المنام على ضرر شديد من أشخاص لا أخلاق عندهم. والنجاة من هجوم الدبور في الحلم بيدل على النجاة من كل ذلك بإذن الله تعالى. رؤية الدبور في منام المرأة المتزوجة بترمز إلى من يزرع الفتنة في بيتها بيفسد عليها زوجها وأولادها. وإن رأت المرأة المتزوجة الدبابير في بيتها فهم أشخاص يدخلون بيتها وفيهم الحاسد أو نية الضرر. كما بيدل عيش الدبابير في حلم المتزوجة على مشاكل متتابعة ومتتالية ومفاجأة. لسعة الدبور في منام المتزوجة كلام يجرحها ويؤذيها. كما بتشير لسعة الدبور في حلم المتزوجة إلى تلفيق أمر لها واتهامها بالباطل والهروب من الدبابير في الحلم للمتزوجة خلاص من المشاكل ونجاة من الضرر. حلم الدبور الأسود للمتزوجة بيرمز إلى الضرر من صاحب سلطة، ربما كان مديرها في العمل أو مدير زوجها. وإن كان الزوج صاحبة الحلم سيء الطبع دل الدبور الأسود في حلمها على ضرر من زوجها لا ينتهي إلا بتدخل الأهل. أما هجوم الدبابير السوداء في منام المتزوجة بيدل على اللصوص والسارقين والمعتدين عليها، وهنا تحذر من أصحاب الكلمة والسلطة خصوصا. كما بيدل عش الدبابير السوداء في منام المتزوجة على اجتماع أهل الشر على الضرر. أما حلم الدبور الأصفر للمتزوجة فبيدل على تعرضها للحسد من جيرانها أو أقاربها. تفسير حلم الدبور الأسود والدبور الأصفر في منام الرجل. الدبور الأصفر في منام الرجل بيدل على صديق حسود لا خير فيه أو عدو بيسبب له المتاعب لا تنتهي. أما رؤية الدبور الأصفر في منام الرجل قد يدل على المرض والمتاعب الصحية. أما الهروب من الدبور الأصفر في المنام بيرمز إلى الخوف من سارق أو الخوف من الحسد. فإن نجا الرائي من الدبور في الرؤية دل على نجاته من كل ذلك بإذن الله. أما الدبور الأسود في منام الرجل بيدل رؤية الدبور الأسود في منام الرجل على شخص صاحب سلطة أو أمر أو نهي لكنه دنيء الطمع لا يؤتمن. ومن رأى الدبور الأسود في الحلم يلحقه أصابه ضرر من مديره أو من صاحب سلطة. أما رؤية قتل الدبور الأسود في المنام فانتصار على رجل قوي صاحب بطش. أما تفسير رؤية الدبور الأحمر في الحلم. الدبور الأحمر في المنام بيدل على المنافسة الغير شريفة في العمل أو الرزق. رؤية الدبور الأحمر في الحلم بيرمز إلى شخص يغار من الرائي غيرة شديدة وبينافسه على محبة الناس وعلى ماله. أما بيدل هجوم الدبابير الحمراء في المنام على ضرر من النساء أو بسببهم، والله تعالى أعلى وأعلم. الهروب من الدبابير في المنام بيدل على الخوف والقلق من شخص لا أمان له. ومن رأى الدبابير تلاحقه في الحلم ربما يتعرض للتهديد أو الابتزاز من شخص دنيء. أما هجوم الدبابير في المنام أحداث مفاجأة تخيف الرأي، طبعا بتعمل له قلق وبتصيبه منه ضرر في المال أو السمعة.
ربما اكتشف مؤامرة أو مكيدة، والنجاة من الدبور في الحلم نجاة من خطر والغدر بإذن الله. من رأى أنه يهرب من الدبور في المنام دون أذى فهو يتخلص من أمر يقلقه أو يخيفه. وكلا الهروب من الدبور في الحلم إنهاء علاقة فاسدة أو شراكة مع شخص دنيء، وبيكون ضرر ذلك بقدر ما ينال الرائي من ضرر الدبابير في الرؤية. أما قال ابن شاهين الظاهري إن هش الدبابير في المنام وطرد الدبور بيدل على المرتبة والسلطة التي ينالها صاحب الحلم وإن لم يكن أهلا للسلطة، ودل طرد الدبابير في منامه على الخير والمنفعة عموما. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.